السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل الشاورما الحلوة اللذيذة الجميلة اللي ما تخليكيش تجيبيها من بره ابدا. بعد ما هتجربي الطريقة بتاعتي دي مش هتجيبيها من بره نهائي. جربيها، واذا عجبتك الطريقة ما تحرمنيش من اللايك والشير يا احلى متابعين في الدنيا، متابعين مطبخ على قد ما اقسم مع امل. النهاردة هنعمل الشاورما بطريقة بسيطة وسهلة وجميلة، ويلا بينا عشان نعملها. اول حاجة هنجيب المقدار اللي انت عايزاه من البانيه، سواء نص سواء كيلو سواء كده. بس انا بصراحة ولادي كان صحابهم معزومين عندي وكده، فقلت ايه لازم نكرمهم يعني، فعملت لهم شاورما. جبت كيلو شاورما او كيلو بانيه، قطعته شرايح زي ما انتوا شايفين كده. تمام اهوت. وبعدين ده بناء عن طلبهم، هم اللي كانوا عايزين ياكلوا شاورما يعني، بس عجبتهم جدا 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 والله. بصوا قد ايه هي جميله ولذيذه. اخدت الكميه كلها وقطعتها كده شرايح رفيعه، هي لا رفيعه ولا تخينه يعني معقوله. جيت بعد كده عشان احضر الخلطه اللي انا هعملها، جبت كوبايتين زبادي. كوبايتين يعني مج كبير، يعني مش اللي هي العبوس، لا، مج كبير كده حلو. تمام. ومعلقتين من الطحينه، يبقى عندنا كده مج من الزبادي، يعني بمعدل كوبايتين من الزبادي اللي هي العادية دي. وبعدين فلفل اسود وباربيكيا وملح، وخلطتهم كويس جدا جدا اهو زي ما انتوا شايفين. وجبت اللي هي الخلطة بتاعت الشاورما اللي هي الجاهزة، اللي هي من اي مكان انت بتحبيه، اللي هو كنور او اي حاجة يعني، دي برضو بتبقى فيها اضافات حلوة. ما عندكيش تمام، حطي التوابل اللي تعجبك كلها، بودرة بصل، بودرة توم، بقدونس متقطع يعني، بس هم عشان بيطحنوه كويس وكده يعني، فما بيبقاش موجود يعني، مش بيبقى باين في البهارات. ماشي. وبعدين حطيت 3 معالق من الخل اهوت زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هحط 3 معالق من الزيت بالظبط كده. هنقعد نقلب كويس قوي 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 فيها. وبعد كده اهو جبت دبس رمان، بيديلها مزازة حلوة كده وطعم خطير. برضو حطيت منه 3 معالق. تمام. ما عندكيش دبس رمان ممكن تحطي معلقه عسل اسود. وبعد كده جبت ليمونه كبيره او ليمونتين صغيرين، عصرتهم وشلت منهم البذر وحطيتهم. وقلبي بقى، قلبي الخلطه الخطيره اللذيذه الطعمه ديت. ما اقدرش اقول لك خلطه والله العظيم، طعمها كان خرافه. محدش دقها الا ما كان مستمتع جدا بطعمها. بتقلبيها كويس جدا الخلطة الحلوة اللي احنا عملتها دي، وتجيبي بعد كده الفراخ اللي انت مقطعاه ونقعيها فيها. بصي، على قد ما هتنقعيها فيها على قد ما هتلاقي التست بتاعها عالي قوي قوي قوي. بس لا يقل عن 3 ساعات، لا يقل عن 3 ساعات. عايزة اكتر من كده الله يا حلاوة بقى لو انت نقعتيها من بالليل للصبح، تبقى خطيرة خطيرة خطيرة. والله العظيم انا عملتها والله ما حد اكلها الا ما عجبته جدا. فيا ريت تجربوها. واذا عجبتكم ما تحرمونيش من اللايك والشير والكومنتات يا احلى متابعين من في الدنيا كلها. بصوا قلبيها كويس جدا كده، حاولي تدخلي الخلطة فيها كويس قوي اهوت زي ما انتوا شايفين. بقلبها كويس قوي، بدخل الخلطة فيها كويس قوي عشان تشرب منها. الزبادي بتديلها طراوة، وبتديلها اللي هو الطعم الايه الجوسي كده شوية، بيبقى فيها طراوة واللحم مستوي. بعد كده بناخدها نغطيها ونحطها بقى في التلاجة. انا خليتها بصراحة يعني مش اقل من حوالي 6 ساعات. وهنا بصوا جبت فلفل كوبي، انت ممكن تجيبيه الوان وقطعيها جوانح، والبصل جيبيه وقطعيه جوانح، بس حاولي البصل يكون ايه جوانح مش تخينه، وده فلفل حراق. دي حاجة راجعلك انت. بعد كده بجيب معلقة سمنة ومعلقة زيت. تمام. وهبدأ انزل بيهم بالخلطة على النار اهيت زي ما انتوا شايفين كده. بس انا لحد بس لما السمنة تقدح يعني وكده، عشان انا عايزة تاخد صدمة، انا عايزة الفراخ نفسها تاخد صدمة وهي نازلة. تمام اهوت. هنيجي ننزل بيها اهو كده، هننزل بالفراخ تاخد صدمة بتاعتها اهي. بصوا 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 شايفين الطشطشة؟ شايفين؟ خطيرة خطيرة.
دي بتعمل ايه بقى؟ تخليها ما تنزلش المية بتاعتها وتبقى محبوسة جواها، فبتعمل ايه؟ طراوة للفراخ نفسها. وتقلبي بقى فيها عشان السمنة تتوغل في كل حتة فيها. برضو ده بيعزز من الطعم وبيخليها خطير جدا جدا جدا. تمام اهو. بصوا دي ميتها هي اللي هي طلعتها، احنا ما حطيناش نقطة مية. هننزل بعد كده بالبصل الجوانح، وجبت 3 فصوص توم بس حلوين كده ومقطقطين ومقلبزين حلوين، ها، ونقطعهم قطع صغننه خالص وانزل بيهم. ونبدأ نقلب بقى، نقلب علشان برضو ياخدوا نفس طعم التشويحة، وفي نفس الوقت طعم الخلطة بتاعت الفراخ. يعني بص الواحد بيتفرج على الفيديو كده ريقي جرى من كتر جماله، والله العظيم التلاتة يعني طعمها خطير، والله هتعجبكم جدا جدا. يعني ما اقولكمش احلى من بره 1000 مرة، والله العيال قالوا لي لا احنا مش هنجيب تاني من بره. بعد كده نزلت بالفلفل اهوت، فلفل كوبي، ممكن تجيبي فلفل الوان بس انا صراحة ما كانش عندي. ممكن تحطي فلفل اصفر واحمر، انا عندي كان اخضر فتمام برضو، ادت الوظيفة بتاعته يعني. فانا قلبته كده اهوت زي ما انتم شايفين. نزلت بقى بالفلفل، هما بيحبوا الفلفل السبايسي قوي او الحراق، فانا نزلت على الخلطه بالفلفل الحراق. والله عندك بيحبوه تمام، ما عندكيش بيحبوه خلاص تمام، ما يعني دي حاجه اختياريه بالنسبه لك. ونزلت عليها بقى اهوت، وسيبتها بقى تتشرب. عبال ما تتشرب جيت بقى اعمل ايه؟ سلطه الطحينه. رحت محضره المقادير دلوقتي، حطيت ايه؟ ملح وفلفل اسود وكمون وشويه كزبره وتوم مفري، وقلبتهم كويس جدا. ونزلت عليهم بمعلقتين خل وقلبتهم. وبعد كده هو نزلت معلقتين برضو زيت تقريبا، وتقلبي برضو كل ده، بتقلبي كويس قوي. بعد كده هتنزلي بالطحينة. تمام اهو نزلت بالطحينة. شوفوا انا حاطه معلقتين بالعدد طحينه، بصوا بقى هتبقى قد ايه بقدره ربنا طبعا، وبحاجات بسيطه جدا هتلاقوها كترت وبقت حلوه قوي قوي قوي. بصوا اهو انا كده كل ده بقلب الطحينه الاساسيه، لسه ما زودتلهاش اي اضافات غير الخل والزيت. تمام. هاجي بقى بميه مغليه. ميه مغليه، اوعي تزودي بميه ساقعه. الميه المغليه بتعمل ايه؟ بتفك الطحينه، بتفك الزيت بتاع السمسم وتفكها كلها فتتقل. كل ما تخش جواها تتقل. بصوا انا حطيت لها حوالي، بصي بحط حبه حبه. اوعي تزودي مره واحده عشان ايه؟ ممكن ما تعرفيش تلميها، فانت لازم حبه حبه تحطي حبه حبه بالظبط كده. بصوا اهو اقلب فيها ما شاء الله تتقل، كل ما اقلب فيها تتقل، وكل ما تتقل انت تزوديها ميه. وبعد ما تخلصي خالص تبقي تزودي بقى ايه؟ البهارات بتاعتك تاني وتظبطيها زي الملح بقى والكمون وكده. بصوا كل شويه بزود نقطه نقطه. ليه؟ علشان انا عايزاها بسماكه معينه، مش عايزاها ايه تبقى تقيله قوي زياده عن اللزوم. اهو بصوا تقلبي وتزودي اهو. بصوا جمال، لا تخينه شويه اروح مزوده وهكذا. فضلت كده لحد ما وصلت للسماكه اللي انا عايزاها بالظبط. ها، فكده بقت تمام معايا اهوت. بتقلبي وتشوفي السمك بتاعها معقول ولا لا. وبعد كده جبت، والله كان عندي عيش عربي خطير يعني، رحت جايه مسحاه كله بسلطه الطحينه، وحطيت فيها الشاورما، بقت اجدع من اي شاورما سوري بره، يعني في منتهى الجمال اهو زي ما انتم شايفين كده. بقت خطيره خطيره خطيره، والله العظيم كان طعمها رائع يعني. ما اقولكيش قد ايه كانت عجبت الولاد واصحابهم جدا، والله العظيم. ما تحرمونيش من اللايك والشير يا احلى متابعين في الدنيا.